ويحك الزم رجلها فثم الجنة. الأم تلك المرأة التي يطيب الكلام بذكراها وتفرح النفس بلقياها ويحزن القلب لفراقها وتدمع العين لغيابها. تلك المرأة التي حجرها وحضنها أنعم وسادة على وجه الأرض. تلك المرأة التي هي ينبوع للحنان والمحبة والرحمة والعطاء، ينبوع لا ينضب ولا يجف ما دامت تلفظ أنفاسها. تلك المرأة التي هي مصنع للأمة، الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم تلك المرأة التي قال الله فيها: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال فيها: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. تتحمل المشاق والمتاعب والآلام منذ أن تكون حاملا حتى آخر حياتها، تضحي من أجل أولادها وتؤثرهم على نفسها، تسعد لسعادتهم وتحزن لحزنهم وتتعب لأجلهم وتسهر لإراحتهم. لهذا كانت أحق الناس بالصحبة. كيف لا يكون البر بالأم من أحب الأعمال إلى الله والجنة عند رجلها؟ وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يجاهد معه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى أمه وأن يبر بها، فكرر عليه قال عليه الصلاة والسلام: ويحك الزم رجلها فثم الجنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان يسقي والديه اللبن فلا يقدم عليهما أحدا، لا زوجة ولا ولدا، فجاء ذات ليلة باللبن يسقيهما فإذا هما قد ناما، انتظر حتى الصبح فاستيقظا وسقاهما اللبن. وهذا محمد بن المنكدر رحمه الله يضع خده على الأرض ويقول لأمه: ضعي قدمك على خدي ويحك الزم رجلها فثم الجنة. وهذا سعيد بن عامر رحمه الله قال: بات أخي يصلي، يعني يقوم الليل، وبت أغمز رجل أمي بلغتنا الدارجة أكبس لها، وما أحب أن تكون ليلتي بليلته، يعني أن غمزه لرجل أمه أحب إليه من قيام الليل. ويحك الزم رجلها فثم الجنة. وهذا طلق بن حبيب رحمه الله كان يقبل رأس أمه ولا يصعد على سطح أمه تحته إجلالا لها. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله: إني حججت وقد أذنت لي أمي. ولعل الحسن فهم أن هذا الرجل ألح على أمه في أن يحج حجا نافلة، بعد إلحاح أذنت له. فقال الحسن رحمه الله: قعدة تقعدها معها على مائدتها، لقعدة تقعد معها على مائدتها أحب إلي من حجك. وهذا حيوة بن شريح أحد المحدثين كان يعقد مجلس الحديث وحوله الطلاب كثر، تناديه أمه: يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج، أي قم فأطعم الدجاج. فيقوم رحمه الله لا يستنكف ولا يستكبر ولا يتأفف ولا يتضجر. هذه امرأة تسأل تقول: إني أدهن لأمي رجلها بالدهن ثم أغسل يدي، فهل هذا من العقوق أن أغسل يدي من رجلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزم رجلها فثم الجنة. سؤال عجيب، هذه المرأة البارة بأمها، وهذه امرأة أخرى تقول: أضرب الأنسولين أمي وأرى الوجع والألم في وجهها، فهل هذا من العقوق مع أني مضطرة لضربها بهذه الحقنة؟ أسئلة عجيبة تصدر إلا من أناس قد بلغ بهم البر مبلغا عظيما، فقد يستغرب كان مقصرا في بره بأمه، يستغرب ويندهش من هذه الصور. فيا عبد الله، يا من قصرت في بر أمك، تذكر ليلة تصبح وقد فقدت أمك، تذكر ساعة تدخلها المنزل التي كانت تعيش فيه أمه فلا تسمع صوتها. تذكر تلك اللحظة التي لا ترى فيها اسمها ولا تبصر ثيابها. تذكر أيها المقصر يوما تحثو فيه التراب على قبرها وتتقبل التعازي بها. تذكر لعلك تصحو من تقصيرك بأمك، وإلا فسل لك الذي فقد أمه كيف صارت حياته، وكيف تغير طعم الحياة بعد موتها. سله أي خير حرم وأي باب أغلق عنه.
لعلك تصحو من تقصيرك. سل ذاك الذي فقد أمه فخلفها في المقابر، أي شيء فقد سندا عظيما، فقد كانت تدعو له، الدعاء الكثير، الدعاء العظيم في كل وقت وحين، عندها تعرف أمك، عندها تعرف منزلتها، لعل ذلك يدفعك إلى أن تعود وترجع وترضيها. عد يا عبد الله، من قصرت في أمك عد إليها وارضها، أصلح ما فات، أصلح ما بقي، وإن كانت قد ماتت تصدق عنها، أوقف لها إن كنت تستطيع إلى ذلك سبيلا، حج عنها واعتمر، خاصة إذا كانت تحج ولم تعتمر بأختها، إن كان لها أخت فالخالة تقوم مقام الأم، وادعو لها، وادعو لأمك، الدعاء الكثير في فرضك ونفلك وفي سفرك وترحالك، وادعو لها بالليل والنهار وفي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.